السلام عليكم أزول في اللون. اليوم 15 فبراير 2023. اليوم 15 فبراير هو يوم العالمي ضد مرض السرطان. تنتمنوا الشفاء لكل مريض، وإن شاء الله يكون دواء لكل داء. هذا مرض خطير والله يشافي الجميع منه. وثانيا مبروك للفريق الوطني اللي دا كأس العالم اللي كانت في 11 فبراير في تونس للطبخ، ودا المركز الاول والكأس العالميه والميداليات تقريبا كلها باكتساح. رانا نشوفوا كأس افريقيا 2025 اللي كثر عليها اللغيط، والناس كلهم تيسها تيقول لك سيدي المغرب غادي يديها بطرق ملتويه، وغادي يديها في الكاف لان تيحكم في الكاف. لا اخي، كاينين شي حوايج اللي نواقص كاينين عند الدول وعند شي وحدين زايدين بالارقام. لا تقرر هذه البطولات بطريقه عفويه ولا غير بالكلام. اولا خصهم يكون عندك مركبات رياضيه وتيرانات في المستوى، ويكون عندك طرق لاستقبال طرق ووسائل النقل اللي تقدر تنقل هذوك الجماهير. منهم انا غادي ندير مقارنه صغيره بين دوله بوسعاده والمغرب. بوسعاده عندها 1200 كيلومتر ديال طريق السيار، المغرب عنده 1839 كيلومتر في طرق السيار. بدون ما نتكلم على الترونسون اللي غادي يكون الطريق اللي غادي تكون بين اكادير الداخله اللي مازال ما تحسباتش عندنا، وهذا الشيء مكتوب في جوجل ما محتاجش انا نهضروا. عدد الفنادق، دخلتي غير البوكينغ دوت كوم، هذا السيت ديال اللي بغى يدير لي ريزيرفاسيون ديالو ديال الفندق ديال لي زوتيل، عند تيطلع لك 588 فندق اللي كاينه في دوله بوسعاده، بحيث انه في المغرب كاينه 13131. هادو غير الفنادق ولي سونتر ديبرجمون اللي مسجلين في هذا لو سيت. اما الا جيتي تشوف الحقيقه المغرب عنده اكثر عنده اكثر من هاد 13131 فندق ولا جيت ولا سونتر دو ديبرجمون. السكك الحديد عندنا تي جي في. اذا كان الماتش في طنجه وغادي بنادم يبغي يتفرج في الماتش اخر في الرباط، ولا بغى يتفرج في ماتش اخر في كازابلانكا، ولا بغى يتفرج ماتش اخر في مراكش، لان من هنا ل 2023 في اخر 23 24 غادي يكون طريق القطار البراق تي جي في من طنجه حتى لمراكش، ويقدر يمشي حتى لاكادير. هادشي ما تيهضروش فيه في التلفازه ديال بودورو اللي تيقول لك الكولاسه. انا نوريك شنو هي الكولاسه باش تفهم شنو هو المعنى ديال الكولاسه. راه ماشي خاصك تكون ما عندكش المستوى باش دير دير تاخذ ماشي مظاهرات، ديما تنغلط في هذه الكلمه. اش تيقولوا لها؟ تظاهرات. خاصني ديما نخليها، لا غادي نخليها هذه في الفيديو ما غاديش نحيدها. التظاهرات تنقول لها المظاهرات. التظاهرات الرياضيه لازم تكون، خاص يكون عندك كل شيء موجود. السكك الحديد، الترونسبور روتي، يكون عندك الطرق والحافلات اللي تمشي معاهم. راه شفنا الحافلات ديال دوله بوسعاده، الفيديوهات موجودين في هذا ما نحتاجوش نقولوها. و بيان سور الفنادق و لي سونتر ديبرجمون. بغيت نرد على واحد، ولكن ماشي انا غادي نرد، غنوريكم واحد الفيديو ديال واحد تونسي تيرد عليه، تونسي مثقف. لان التوانسه دابا دوك اللي خاسرين اللي مخلصين من عند دوله بوسعاده بغاو يدافعوا على دوله بوسعاده باي وجه كان، وبغاو يديروا حتى هما يدخلوا للشعب. باش نقول لكم ان هي تونس ديال القيد التعيس رجعت ولايه جزائريه، ولايه من ولايات دوله بوسعاده. ولكن الرد ديال المثقف والمؤرخ
اللي معروف غيكون بالسريع. مناظره تونسيه تصنت. المغرب هذا اكبر عدو لينا معناها، فهمني، معناها في المده الاخيره. اخي ما نعرفوش ايش عملت معناها المغرب في مساله معناها الواحد، في مساله الفوسفات. ما نعرفوش المغرب ايش عملت معناها في مساله السياحه في تونس. في هذه دوله معناها تامرت علينا، فهمني. احنا التوانسه دايما نخوض في معارك غالطه في وقت غلط مع اعداء وهميين غير موجودين. احنا كدنا نحمل المغرب كل فشلنا وكل حاجه ناجحه في المغرب تكته لنا المغرب. يا اخي انت ما تنتجش فوسفات، المغرب كي تبيع فوسفات نقول له وقف حتى نصير ننتج معاك. فهمت؟ كدنا التوانسه انه هالنجاح اللي عملته المغرب في قطر، كدنا التوانسه انه كانوا سرقته لنا المغرب. هذه الثقافة متاع التونسي، السياسي التونسي ثقافته مبنية على الحسد وعلى النظر بعيون خبيثة للآخر. يعني تعس عليه وتراقب فيه ومن وين جاء وكيفاش جاء وليش ماشي وليش هو أحسن مني وليش كذا. أفعل مثله، أعمل كيفه، نافسه. التجارة كلها منافسة. أنا راه السوق توجه منظمة التجارة العالمية راهي فايفيان، يعني مفتوحة ليك في الذهاب والإياب. بيع قد ما تحب، أنت وافقت، أنت وقعت، امشي بيع. ما تنجمش تبيع مشكلتك. أعطوك فرصة، أعطوك 10 سنوات، قالوك صلح اقتصادك وصلح شركاتك وادخل في شركات أخرى وعمل استثمارات وغير قطاعات إنتاجك وما عادش تعمل على السياحة وما عادش تعمل على النسيج وما عادش تعمل كذا وادخل للسوق وأعطوك مجال. وشينا احنا فكرنا قلنا نبقوا معزولين ولا نشتغل على سوق أوروبي في 500 مليون. هذا الرد السريع لهذاك اللي قال لك المغرب عادوا فاش عادوا اللي خرج لهم على الفوسفات والسياحه. السياحه المغرب ما تقدرش عليها، وعطيت الارقام ديال الفنادق والطرق السيار اللي كاينين. اتحدى اي تونسي يعطيني الارقام ولو النص ديال هادشي. الفوسفات المغرب عنده احتياطي العالمي 70% ديال الاحتياط العالمي ديال الفوسفات. تونس عندها 1.2% ديال الاحتياط العالمي ديال الفوسفات. كيف يريد ان يقارن نفسه مع دوله من اكبر المصدرين والمنتجين ديال الفوسفات في العالم؟ يعني هادو من النوع ديال الناس اللي تيكذبوا على الشعب، بحال ولاد دوله بوسعاده تيفتحوا الصدر ديالهم على الشعب ديالهم ويبقاو عليهم بالاكاذيب، والدول تيرجعوا ضحوكه قدام الدول الاخرين تعرفوهم بانهم اضحوكه، تيبقاو يضحكوا عليهم الناس ديال الدولات الاخرين، تعرفوهم بانهم كلام فارغ وكذب وهذيك فتحت الصدر على الشعب وتخرج العين اللي فيه. تقدر تكذب على الشعب ديالك ولكن ما تقدرش تخدم على الشعوب العالم كلها. الارقام باينه وواضحه. هذا موضوع ديال هاد القضيه ديال التونسي الخبيث اللي مع قيد التعيس. الموضوع الثالث هو انه دابا خرجوا لنا بواحد عاوتاني اكذوبه اخرى باش يبينوا بان المغرب هو العدو ديالهم. انا تنهضر على دوله بوسعاده، انه اخترقنا وكاله الانباء الجزائريه. يا اخي اخترقنا وكاله الانباء الجزائريه، درنا لكم الحرائق، ويكيليكس تجسسنا عليكم، قضيه ديال الاميره وهذه غادي نخليها هي الاخر، كاس العالم قسامه جمال دبوز هو اللي ما دارهاش. ماكرون منين قال لهم نتوما ما دوله ما والو، والسياسيين ديالكم ولا الناس كبروا وشرفوا مع اللي تيهضر على الكبرانات وتبوا المسكين هير ريتام تيبيون محطوط تما هير التمثيل ما يقدرش يقرر. قالوا المغرب والناس اللي كانوا معاه والوزراء اللي كانوا معاه مغاربه وهما اللي قالوا ليه يقول هذاك الكلام. البنك النقد الدولي ملي كان دار التقرير ديالو السنه اللي فاتت قالوا بنك النقد الدولي قالوا راه فيه واحد تونسي كان عايش في المغرب، الشاحنات اللي تضربوا ما قدروش يردوا عليهم. والقضيه الاخيره هي قضيه اميره المعارضه اللي فرنسيه اللي دازت من الحدود. يعني الشرط، يعني المغرب تيتحكم في المخابرات وفي شرطه الحدود ديال دوله بوسعاده وفي تونس ومصيفطها لفرنسا. وبيان سور في الاخر قال لك سيدي
اختراق وكالة الأنباء الجزائرية. يا أخي منين ما تقدرش نتايا تدافع على راسك وتبروتيجي راسك من هذا الشيء كامل؟ أنت دولة، أنت ما عندك مخابرات، ما عندك شرطة، ما عندك عسكر، ما عندك ديزانفورماتيسيان ولا دي زانجينيور اون انفورماتيك ولا دي هاكرز اللي يقدروا يدافعوا عليك ويوريوك كيفاش تبروتيجي هاد المسائل ديال كلها. يعني انت يا مخترق، يعني انت تقبى، يعني انت مزموط، يعني انت خرطي، انت والو. ما يعني انت دوله كما قلت لكم تفتحوا الصدر للشعب ديالكم، تقول لكم حنايا قوه ضاربه. هل هاد الشكايات كلهم اللي تتشكاو على المغرب يعني انكم نتوما قوه ضاربه؟ معلوم لا، لان كلشي المغرب شكون هو اللي القوه الضاربه والقبيح والواعر واللي تيحيد لكم كلشي، ومن حتى كان 2025 بقيتوا تغنيو في الاخر غيحيد لكم المغرب. وسمعت بانكم غتنسحبوا. انا تنفضل انكم تنسحبوا وتحشموا على اعراضكم احسن ما يخرج القرار وتسموا نتوما اللي خسرتوا امام الدوله العظمى المملكه المغربيه الشريفه. بقى لي فيديو الاخر غادي ندير يمكن ندير غير الصوت ديال واحد الشيخ. السيده هذيك اميره المعارضه اللي هربات من تونس ومشات، فضيحه كبيره. ما قدروش على الحمار، قدروا على البردعه. ما قدروش على السيده اللي هربات وفرنسا وانا اتحدى. انا قلت هذيك النهار درت فيديو اتحدى تبون عنده شهرين الا ما رجعش السفير ديالو بلا اعتذار ولا ترجيع هذيك المعارضه اميره البلاده. ما صرتي ما دير، مشيتي خرجتي سجنتي لقيتي القبض على اختها اللي ما لا حول لا لها ولا قوه، وامها اللي عندها اكثر من 73 سنه. تسمعوا هذا الشيخ اشنو غيكون. رحتوا عجوزه في عمرها 73 يلي ما تحشموش، يلي ما كومش رجال. كان رجال ما ديروهاش. تصوروا الان شنقريحه يولي للدار نتاعو سب يماه راحت ولا زوجته راحت، وهذا تبون نفس الشيء. تدلل انت بناتك وتدلل مرتك وتبعث الناس اللي راه في فرنسا روحوا له لفرنسا، تروحوا ليماها في الليل. 73 سنه والله العظيم غير كي سمعت هذا قلت شو سبحان الله العظيم، هذو ما يخافوش ربي. خلي الصباح يا سيدي. لا لازم نجيبوها ونمرمدوها باش يبلغ الخبر لبنتها كاش ما يصير لها كريس كاردياك ولا تصير بها جلطه دمويه كما حدثت لوالدها. هذا هو المقصود تاعكم. المقصود نتاعكم هي تضروا الناس. انتم تقولون مثل ما قال لي واحد اثناء التحقيق معي، قال لي اسمع انت يا راك تقول شيء مخالف الاسلام. قلت له ما هذا؟ قال لي تقول نخرجوا على الحكام. قلت له لا انتم تطبقوا الاسلام انتم ولا انتم حكام؟ انتم اللئام. مراه عجوزه 73 سنه اذا كان مهما كان نفرضوا ساعدت بنتها خليها في الدار. قال عيب عليك يا ما ممكن هذا صح ما ندخلها للحبس ما نحوس. المرأة لها معاملة خاصة في الإسلام. وزيد حاجة ثانية، لو كان تبون صاحب سياسة حقيقية من هذاك النهار إلى يومنا هذا ما قالش نص كلمة. شنقريحة ما قالش نص كلمة. أتدرون لماذا لم يتكلم؟ يحرشوا على فرنسا الصحافة. فرنسا الاستعمار، فرنسا كذا، فرنسا كذا، فرنسا كذا. يعني كذبوا على الشعب ديالهم، شجعوهم باش يعيروا فرنسا وهما عندهم المصالح ديالهم مع ماما فرنسا. البوال العساس ما يقدرش يتحرك وتبون الكذبون حتى هو ما يقدرش يتحرك. ولهذا غنسالي بهذه الكلمات. عاش الملك، الله الوطن الملك. الصحراء المغربية أحب من أحب وكره من كاره وسير نجحي.